رغم إن برشلونة مسيطر على البطولات المحلية، لكن الفريق لسه ما وصلش للتوازن المطلوب، وده خلى الحلم الأوروبي يضيع. فليك المدرب المدلل لبرشلونة وعد الجماهير إن التوازن هيبدأ من أول موسم الجاي. ومع تحسن الوضع الاقتصادي للنادي، الكل مستني ثورة تغييرات في الميركاتو الصيفي. لكن التغييرات دي مش هتكون سهلة. أول حاجة، النادي هيضطر يودع شوية لعيبة علشان يوفر سيولة ويخفف الضغط على الرواتب. بعدها يبدأ في التعاقد مع صفقات جديدة تقيلة. وعلشان كده قناة انفوموتيف مجهزة لكم تقرير ناري عن كل اللي ممكن يحصل في صيف برشلونة، مين هيمشي ومين ممكن يجي. يلا نبدأ بالصفقات المحتملة. القادمون: خوان جارسيا حارس مرمى. لو حصل أي حاجة لبنيا أو تير شتيجن، برشلونة ممكن يخطفوا من إسبانيول. الشرط الجزائي 25 مليون يورو. قلب الدفاع المتوقع ما يمشيش أكتر من 2 من أراوخو، كريستنسن، كوندي، جارسيا. فيليك ممكن يعتمد على كوندي كقلب دفاع، وساعتها هنشوف ظهير أيمن جديد ومعاه مدافع تاني. جوناثان تاه اللاعب على رادار برشلونة وفي اتفاق مبدئي، لكن بايرن ميونخ دخل المنافسة. الظهير الأيمن ديكو بيفضل فريمبونج، بس في بدائل زي فاندرسون، موناكو، دودو، فيورنتينا، ومارك بوبل، ألميريا. الوسط الدفاعي: لو دي يونج مشي فبارتي من أرسنال مرشح يكون البديل المجاني، وفي كمان أنجيلو ستيلر من شوتوتجارت. برناردو سيلفا: لو جافي أو لوبيز مشايوه، برناردو من الأسماء المرشحة، ووكيله عرض اللاعب على لابورتا ومستعد يقلل راتبه. لياروي ساني: مفاوضاته مع بايرن متوقفة، ووكيله بقى هو نفس وكيل فليك، ففرصة انتقاله لبرشلونة ممكن تبقى متاحة في صفقة مجانية. جناح أيسر: لو حصلت مبيعات كبيرة، النادي ممكن يستثمر في لاعب كبير في المركز ده. ديكو بيفضل لويس دياز، وفي بدائل زي لوكمان أتلانتا، راشفورد اللي عرض نفسه، ولياو ميلان المطلوب من تشيلسي. مهاجم: لو توريس وباو فيكتور مشاو، برشلونة محتاج مهاجم يدعم ليفاندوفسكي. الأسماء المرشحة: إيزاك، نيوكاسل، ألفاريز، أتلتيكو، مويسكين، فيورنتينا، أوسيمين، نابولي، سامو أجيهو، بورتو، وجوناثان ديفيد، ليل. الراحلون: أوريول روميو، أليكس فالي، كوماسينيا. عقودهم بتنتهي 2026، والنادي ناوي يبيعهم بدري عشان يحقق مكسب. روميو رايح جيرونا، وفالي ممكن يروح كومو. كليمون لينجلي عايز يكمل في أتلتيكو، بس النادي مش راضي يدفع والصفقة معقدة. إناكي بينيا خسر مكانه ومش ناوي يجدد، لايبزيج بيتابع الموقف. رونالد أراوخو رغم إن شرطه الجزائي مليار يورو، لكنه بينزل ل 65 إلى 70 مليون في أول 10 أيام من يوليو، وساعتها ممكن يرحل. بايرن، يوفنتوس، ومانشستر يونايتد مهتمين. جول كوندي: فيليك مش عايز يفرط فيه، لكن لو جاله عرض كبير ممكن يتباع. أرسنال محضرين 65 مليون، وتشيلسي ممكن يعرضوا 80. كريستنسن عايز يستمر لحد 2026، لكن لو جاله عرض كويس النادي مش هيتردد. إيريك جارسيا: فابريجاس في كومو عايزه، وفيليك ممكن يحتفظ بيه. بابلو جافي بعد الإصابة ما استرجعش مستواه، وباريس وتشيلسي بيتابعوه. فرينكي دي يونج عقده لحد 2026، فيه اهتمام كبير خصوصاً من اتحاد جدة، وليفربول والسيتي مهتمين برضه. فيرمين لوبيز ليفربول عايزه، وفيه اهتمام من السعودية، والنادي مش هيفرط فيه إلا لو جاله عرض فوق 60 مليون. رافينيا الهلال قدم عرض خرافي 100 مليون يورو بلس 44 مليون راتب سنوي، والسيتي متابع. أنسو فاتي مش في خطط فليك، وأندية زي إشبيليا، جيرونا، وسوسيداد مهتمين. فيران توريس متألق، لكن لو جاله عرض أو النادي جاب مهاجم جديد ممكن يمشي. أتلتيكو ناوي يعرضه 30 مليون. باو فيكتور عايز يمشي، والنادي مش مانع بشرط الإعارة أو الحفاظ على حق الإعادة. وفي الآخر الكلمة ليكم يا جمهور البرسا، مين تتمنوا يمشي؟ ومين لو جه تتوقعوا يكون صفقة الموسم؟ شاركونا رأيكم. لو عايز تفضل دايما في قلب الحدث وتوصلك كل أخبار الكرة الإفريقية والأوروبية، دوس لايك بسرعة واشترك في القناة. خليك معانا، وسلام يا كابتن.